وصفة اليوم عبارة عن عجائن بالفلفل والبصل والجبن مع العجين السهل الذي لا يحتاج إلى الدلك. هاد الفطائر غادي نشوفو جميع إن شاء الله كيفاش كتوجد. غادي نحتاجو الإناء اللي غادي نعجنو فيه العجين. غادي نحتاجو ليه 200 مليلتر من الماء يكون دافئ، يعني كأس كبير من الماء مملوء جيدا. غادي نحتاج ليه كذلك ملعقة صغيرة من السكر، وغادي نحتاج نصف كأس من زيت المائدة، وهنايا غادي نحتاج ملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو الخميرة حبيبات. غادي نخلط هاد المكونات قليلا بالطراب اليدوي. كما قلت لكم هاد العجين ما كتحتاج للدلك نهائيا، فقط تشوفوا معايا وتتبعوا المراحل وغادي تعرفوا كيفاش كنخدموها. غادي نضيف هنايا الدقيق تدريجيا. غادي نضيف واحد الكمية قليلة في البادئ الأمر، حيث لازم يكون العجين يكون سائل باش يسهل علينا أننا نخدموه بالطراب اليدوي فقط. كما كتشوفوا معايا قوام العجين في بادئ الأمر كيكون سائل، وغادي نخدمو مزيان بالطراب اليدوي من دقيقة حتى لجوج دقائق، وانا كندخل فيه الهواء. هنايا غادي نضيف البنات عندي ساشي ديال خميرة الحلويات بكربونات الصودا 7 غرام. غادي نستمر هكذا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقة البسيطة فقط بالطراب اليدوي. واللي ما بغاتش تستعمل الطراب اليدوي فممكن انكم تستعملوا العجانه. هنايا انا غير كنبسط لكم بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش العجانه، فهاد العجين ما كتحتاجش للدليك نهائيا. كنستمروا بحال هكذايا كما قلت لكم من دقيقه حتى لجوج دقائق، وانايا كنحرك في العجين بالطراب اليدوي. وهاد العمليه كتسمح للهواء انه يدخل في العجين، فبالتالي كنحصلوا على واحد العجين اللي هو الاسفنجي في التالي ديال الوصفه. كما كتشوفوا معايا بدا كيطلق الخيط ديالو. دابا غادي نضيف كميه اخرى من الدقيق وغادي نستمر في التحريك. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كامله. هنايا كما قلت لكم غادي نضيف كميه اخرى قليله، يعني كنضيف كميه الدقيق اللي عندي بالتدريج، وكنحرك غير بشويه وكندخل داك الدقيق في العجين. اللي زوين في هذا العجين انه عنده استعمالات متعدده، فتقدروا انكم تستعملوا الوصفات الحلوه اللي فيها السكر، وممكن انكم تستعملوه مالح كما درت انا هنايا. البنات انا ما تصورت ليش راني ضفت ملعقه صغيره من الملح، ما تصورت ليش في المقادير. نتوما ما تنسوهاش ضروري، يعني جميع المعجنات كنحتاجوا ليها الملح. انا ضفت ملعقه صغيره غير مملوءه جيدا من الملح. هنا كما كتشوفوا معايا العجين بدا كيتقال القوام ديالو، وكنستمر بحال هكايا. وغادي نضيف كميه اخرى من الدقيق. فاش نلقى ان العجين ديالي بدا كيتقال فكنستغنى على الطراب اليدوي كنحيدو، وكنبقى نجمع هاد العجين ديالي غير باليد فقط. كندلكها غير باليد ماشي بزاف، غير كتجمع كنحصلوا على واحد القوام املس صافي. كتكون العجينه ديالنا راها واجده باش اننا نستعملوها. هنايا كما قلت لكم العجين عندي بدا كيتقال، فالطراب ما بقاش صالح ليا للاستعمال. هنايا غادي نزولو وغادي نخدم العجين ديالي غير باطراف الاصابع. كما كتشوفوا راه كتجمع بواحد السهوله. انا غنجمع العجين ديالي وغادي نرجع معكم باش تشوفوا القوام النهائي ديالو، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كما كتلاحظوا معايا هنايا بعد ما جمعت العجين ديالي هذا هو القوام اللي كنتحصل عليه في النهايه. كنتحصل على واحد العجينه اللي لينه وما كتلصقش في اليدين.
غادي نردها باش تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها، غنغطيها حتى تختمر، وغادي نرجع معكم باش نشوفوا بقية الوصفة. بالنسبة للحشوة البنات، عندي هنايا بصلة وحدة كبيرة اللي شلطتها ولا قطعتها قطع صغيرة، وعندي هنايا حبة فلفل أحمر. الحشوة البنات راه كتبقى اختيارية. هنايا غادي نضيف عليهم شي شويش ديال الزيت، شوية د الملح، وشوية ديال الفلفل الاسود يعني الابزار. غادي نشحرهم يلا تبدا الدبال، وغادي نطفي عليها ونخليها باش تبرد. فهاد الاثناء غادي تكون العجين ديالي راه اختمر وضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا معايا هنايا. الان غادي ناخذ العجين وغادي نحطو على سطح العمل باش نخدمو معكم اولا نشكلو على شكل كويرات. كما قلت لكم البنات، بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياريه، ممكن ديروا اي نوع من الحشوات اللي نتوما كتفضلوها اولا اللي متوفر عندكم. انا هنايا فضلت انني نستعمل واحد الحشوه اللي اقتصاديه وكذلك لذيذه في المذاق ديالها. هنا راه غادي ناخذ العجين كما كتشوفوا معايا، ما دهنت اليد ديالها بزيت لا بما حتى حاجه. العجينه ما كتلصقش نهائيا وعمليه كما كتلاحظوا. انا غادي نديرهم كويرات متوسطه الحجم، وانتم كيبقى لكم الاختيار واش بغيتوهم يكونوا كبارين او لا صغار، هادشي كيعود لكم. دابا بما ان رمضان ان شاء الله يا ربي الله يجعلنا من الناس اللي غيصوموه ويتقبلوا منا يا رب على الابواب، فهاد الوصفه تصلح لرمضان، فممكن انكم تستعملوهم صغيورين المائده الافطار. وكذلك كما قلت لكم وصفه اللي ما كتحتاجش انك توقفي بزاف في المطبخ، فبالتالي شي حاجه اللي حنا محتاجينها في هذا الشهر، في الشهر الكريم، باش يبقى لينا الوقت اللي بعد تقضي شي حاجه اخرى. هنايا من بعد ما كنكورهم مباشره كندوز كنطلقهم بيدي هذا الشكل هذا. ما تطلقوهمش كبارين وما تطلقوهمش، عفوا بغيت نقول لكم ما تطلقوهمش رقاق وما تخليهمش في نفس الوقت غلاظ، لانهم فيهم الخميره مازال غيضاعف شي شويه الحجم ديالهم. هنايا غير بشويه وصافي كتلقوهم. كناخذ اللاطه اللي غتدخل للفرن اللي كتكون مدهونه مسبقا بقليل من الزيت باش نمنعوا التصاق الفطائر، وكنحطهم كما كتشوفوا معايا، كنقاد لهم الشكل ديالهم. بالنسبة للبنات لهاد العجين راه ممكن انكم تستعملوه كعجين للبيتزا كذلك، غير التغيير اللي غادي ديروه وهو انكم غادي تضيفوا بدل من زيت المائدة ممكن ديروا الخليط ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون، او لا تستعملوا فقط زيت الزيتون، وكذلك غادي تضيفوا لها الزعتر، وبهكذا كتصبح عجين للبيتزا. انا غادي نسرحهم بيديا كما قلت لكم ما يكونوش غلاظ بزاف، وغادي ناخذ الحشوه غادي نفرقها عليهم بالتساوي. الحشوه اللي هي عباره عن فلفل وبصل فقط. عندي كذلك الشرائح او الزيتون اللي كيكون مقطع شرائح، هو اختياري، ممكن انكم تستغنوا عليه او لا ممكن ديروه حسب الذوق ديالكم واللي متوفر دائما. هنايا انا استعملت واحد شويه ديال الزيتون اللي قطعته دوائر، وكذلك عندي هنايا الجبن، يعني الفرماج الاحمر اللي كنقولوا له حنا فرماج احمر. ممكن تستعملوا اي نوع من الفرماج متوفر عندكم، كذلك ممكن انكم تستعملوا الفرماج فرماج الدهن، يعني اللي كيكون مثلثات حتى هو كيجي رائع في هذه الوصفه. وغادي تضيفوا عليه واحد شويه ديال الزعتر فكيجي رائع، وواحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق. كذلك هاد الوصفه اولا بهاد الطريقه اللي قلت لكم فكيجي رائع. كما كتشوفوا الشكل ديالهم
غادي نشعل الفران باش يسخن، ما غاديش نخليهم يختمروا، غادي ندخلهم الفران يطيبوا من التحت مزيان حتى كيطيبوا، ومن بعد كنحمرهم من الفوق على نار مهيلة من الفوق باش داك الجبن ما يتحرقليش، وكذلك الفطائر ياخدوا هاد اللون الأحمر الذهبي كما كتشوفوا معايا هنايا. بعد ما خرجتهم من الفران هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو محمرين وداك الجبن دائب، وكذلك البنات راه حتى المذاق ديالهم زوين. وان شاء الله ملي غادي تجربوهم غادي تردوا عليا وتقولوا لي شنو الرأي ديالكم فيهم. هذا هو القوام ديالهم بعد ما كنخرجهم من الفران. هذه وصفة من الوصفات إن شاء الله اللي غادي نقدم لكم كأفكار للشهر الكريم إن شاء الله، المائدة الإفطار، وإن شاء الله أنهم ينالوا الإعجاب ديالكم. وأنا دائما كنحاول نقلب لكم على وصفات اللي كتكون سهلة واللي ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، وكذلك كتكون اقتصادية، ممكن أنها أنكم توجدوها بسرعة وتتكون بنينة في نفس الوقت، وتجمع جميع أفراد الأسرة على مائدة الإفطار في هذا الشهر الكريم اللي احنا على الأبواب ديالو إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا غادي نقطع معكم وحيدة باش تشوفوا كيفاش كيجي داك العجين، كيجي خفيف 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 بزاف، يعني باش كتهزي في يديك بحال ما كتهزيش، والقوام ديالو رائع بحيث أنه ملي كتاكلي هاد الفطائر فهي كتذوب في الفم. ف إن شاء الله كما قلت لكم أنكم تجربوها وتخليو لي الرأي ديالكم، واللي مازال ما مشتركاش في القناة كنتمنى أنها تشارك، وأنكم تبارطاجيو هاد الوصفة إلى كانت عجبتكم ونالت الإعجاب ديالكم. وكذلك ما تنساوش أنكم تفعلوا جرس الاشتراك، جرس باش عفوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد من القناة بحول الله. هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا خفيف ومفشفش من الداخل. كانت هذه هي وصفة اليوم وشكرا لكم إلى